السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا معايا بعض المشتريات اللي انا اشتريتها من حارة المزين. وكمان ازاي انا جبت الشغل ده. جبته المرة دي عن طريق الشحن. كتير سألوني ازاي لو احنا عايزين نجيب الشغل ده نجيبه عن طريق الشحن. يعني من الصعب ان احنا نروح يعني كل شوية القاهرة، وخاصة في الجو الحر اليومين دول. يكون الجو حر وبيكون السفر مرهق لينا، ممكن ان احنا نكسل ان احنا نروح المشوار ده كله عشان نجيب كمية بسيطة من الشغل. طب ايه هي الطريقة اللي احنا ممكن نجيب بيها الشغل عن طريق الشحن؟ ان شاء الله انا هعرفكم ازاي نجيبه عن طريق الشحن. تعالوا الاول شوفوا معايا انا اشتريت ايه وايه هي المشتريات اللي انا جبتها المرة دي وبالاسعار الجديدة واخر اسعار ل 2023. جبت مجموعة من خرز التفسيرة. طبعا كان عندي خرز التفسيرة خلصان، فجبت اللون الاسود. دي كيسة خرز تفسيرة جايباها من اولاد نزار. الكيسة دي مكتوب عليها نزار، مكتوب عليها نزار. فجبت الكيسة دي ب60 جنيه، يعني الكيلو حوالي 120 جنيه. جبت كمان اللون اللي هو الابيض، برضو الكيسة ملاحظ ان هي مكتوب عليها نزار. ده الشغل هنا من محل نزار في حارة المزين، اللي انا قلت لكم انا بجيب من اولاد نزار في حارة المزين. ده الشغل بتاعه، والاكياس بتاعته مكتوب عليها الاسم بتاعه اللي هو نزار. فجبت برضو الكيسة دي خرز التفسيرة. ده يعتبر اكبر مقاس من خرز التفسيرة. ده اللون الابيض، برضو عامل 60 جنيه. الكيس ده عامل 60، يعني الكيلو عامل 120 جنيه. جبت الشاسيه بتاع الدبوس اللي هو الصغير. الكيسة دي عاملة 100 جنيه، فيها 1000 قطعة. جبت منها 3 من الاكياس، 3 اكياس. انا طبعا انا كنت عايزة مجموعة من الاكياس، فجبت 3 من الدبوس الشاسيه المقاس الصغير. الكيسة عاملة 100 جنيه. جبت كمان اللي هو السلك السوسته ده، كنت جايباه ومرة لكم قبل كده في فيديو مشتريات برضو. المرة دي ان شاء الله هنعمل مع بعض برضو شوية من الحلقان باشكال تانية من السلك السوسته ده. برضو الكيلو بتاعه، وهقول لكم على الاسعار برضو دلوقتي. الكيلو من سلك السوسته وصل ل 400 جنيه. جبت البقرة الاستك دي 8 من 10، برضو وصلت ل 25 جنيه. جبت البقرة مقاس 8 من 10. وجبت كمان بقرة مقاس 1، بحيث ان برضو يبقى عندنا اللي هو العريض شوية والرفيع على حسب المقاس اللي احنا بنستخدمه في الخرز. ممكن نستخدم الخرز اللي هو بيبقى يكون تقيل وكبير شوية، فبنستخدم له الاستك اللي هو الكبير ده او العريض شوية كمان عشان يستحمل معانا. لكن لو احنا هنستخدم خرز صغير فبنستخدم اللي هو مقاس 8 ده طبعا بيبقى حلو ان هو بيكون سهل معانا في ان احنا نحط فيه الخرز الرفيع. فانا جبت مقاس 8 ومقاس 1. البقرة عاملة 25 جنيه. جبت برضو مجموعة من الحروف. دي مجموعة من الحروف، انا كنت وريتكم مجموعة من الحروف قبل كده. دي مجموعة تانية من الحروف، الوان تانية واشكال تانية. دي حروف كده بجميع الالوان على الشكل المدور ده بكل الالوان. دي برضو حلو. جبت 8 كيلو برضو منه، وبرضو الكيلو بتاعه حوالي يعني من 280 ل 300 جنيه تقريبا. في مجموعة تانية برضو من الحروف، زي الحروف اللي هي بالاسود دي كده. دي بالحروف بالاسود، هي اسود وعليها كده شكل ابيض كده وعليه الحرف بتاعه. برضو جبت تون منه، لان طبعا انا شكلت مجموعة من الحروف والاشكال الجديدة برضو، فجبت من كل شكل تون. جبت برضو من الشكل ده تون. ده برضو شكل كده اللي هو يعني دايره كده ومحطوط فيها النجمه دي. ممكن نعمل منها برضو قطعه مع بعضها تبقى حلوه. وجبت الشكل اللي هو السمايل ده، برضو حلو الشكل السمايل ده، ويبقى فيه كل الاشكال بحيث ان احنا نستخدم معاه الخرز معاه بنفس اللون الشكل بتاع السمايل في كل الالوان بتاعه. حلو برضو، يبقى حلو جدا للاطفال وينفع للكبار برضو. تمن من خرز التفسيرة. جبت تمن من خرز التفسيرة اللي هو الملون بالشكل ده درجة تانية من الملون. فيعني قلتله يعني هاتلي منه تمن. هقول لكم برضه انا جبت الحاجات ازاي، مش اكياس كبيرة جبتها كده يعني قطعي. في حاجات انا جايباها جملة وحاجات جايباها قطعي، وكل الشغل ده جايباه عن طريق الشحن.
حاجات تانية برضو انا جبتها، وجبت كمان مجموعة من الكريستال. ده الكريستال الكمثرى اللي انا كنت قلت لكم عليه قبل كده، بنجيبه ممكن نعمل منه يعني بنحطه في القطع المعدن اللي فيها فراغات، فيها فتحات، بيبقى شكله حلو برضو. جبت منه مجموعة برضو كل الالوان، ده اللون اللي هو عامل زي ما يكون رصاصي كده. جبت منه اللون كمان اللي هو اللون التركواز، ده برضو كريستال كمثرى. وجبت منه اللون اللي هو الاخضر الجنجا، ده كل درجاته جميلة اللي هو الكريستال الكمثرى. جبت منه اللون الازرق الجنجا بالشكل ده كده، برضو حلو، برضو شكله قيم وشكله شيك برضو، ممكن ان احنا نعمل منه اشكال كتيرة للاكسسوارات. جبت اللون اللي هو يعني درجة من درجات الاخضر كده، حلوة برضو شكلها شيك وقيم. ده كله الكريستال الكمثرى، برضو كل الشغل ده انا جايباه من اولاد مزار. جبت الكريستال اللي هو الصغير، جبت اللي هو الاحمر الجنجا بالشكل ده كده، برضو شكله حلو جدا. الاحمر الجنجا ده بيبقى حلو جدا، ممكن نعمله سبحة 99، او ممكن نعمله في عقدة، او ممكن نعمله انسيال، او ممكن نعمله شغل كتير في الاكسسوارات، لكن اللون الاحمر بشكل مميز وحلو. جبت اللون الاحمر اللي هو الجنجا ده، وفي كمان درجة منه اللي هو ده اللون الاحمر اللي هو يعني درجة من درجات اللون الاحمر اللي هو مش يعني يعتبر عادي، اللي هو مش جنجا يعني، ده اللون الاحمر بس الدرجة بتاعته غامقة كده وحلوة. في كمان درجة برضو يعني جبت كل الدرجات اللي هي على احمر. جبت الدرجة دي درجة تانية برضو من ده يعتبر نبيتي يعني، احمر غامق او نبيتي يعني، ده درجة وده درجة. طبعا هي مش ملحوظة يعني، بتبقى حاجة بسيطة يعني، فرقها بسيط. ده فاتح شوية يعني، ده فاتح شوية وده غامق شوية. دي درجات اللون الاحمر، لان كتير بتبقى مخلصانه الدرجات اللي هي بتاع اللون الاحمر، سواء كان الجنجا او الاحمر او النبيتي، فانا المره دي لقيتها فجبت منها بصراحه مجموعه اللي هو الجنجا والاحمر والنبيتي ده. طبعا الكريستال الكمثرى ده وصل ل 15 جنيه، الفرع منه ب 15 جنيه. والكريستال اللي هو الاحمر ده يعني فيه ب10، يعني من 10 ل 12 جنيه، والجنجا ب 12 تقريبا، لان طبعا اللون الاحمر بيبقى اغلى من الالوان العاديه يعني. اللون العادي لو هو ب10 بيكون اللون الاحمر من نفس المقاس ب12. جبت اللي هو جبت الفرع اللولي ده عامل حوالي 13 او 12 جنيه تقريبا، ده اللي هو اللون الاسود. جبت اللون اللي هو الاسود من مقاس ده تقريبا مقاس 10 من اللولي. وجبت كمان اللي هو كسر الحجر ده، كان اللون ده برضو يعني كان عندي بس هو خلص، جبت برضو وكررته تاني، يبقى حلو برضو شكله مبهج وحلو في الشغل. فاحنا ممكن ندخل مع الوان تانية اغمق شويه، او نحط فواصل هيماتايد معاه، بتبقى حلوه جدا لو احنا عملناها عقد او سلسله دورين، دور منها من كسر الحجر والدور التاني من السلسله. في مجموعه من المعادن برضو، انا جبت مجموعه من المعادن برضو، كل الشغل ده انا جايباه شحن من اولاد مزار. ده لان طبعا قال لكم ان فروع اولاد مزار كتيره يعني، انا بجيب من فروع كتيره مش من محل واحد، لكن اولاد مزار عندهم فروع كتيره. فرع بيبقى عنده كريستال يعني، في فرع معين انا بجيب منه كريستال، في فرع معين بجيب منه المعادن، والفروع في فرع معين بجيب منه خرز التفسير او اي شغل من الخرز او قطع البلاستيك اللي انا كنت بشوفها قبل كده في المشتريات. جبت الشكل ده كده من المعدن. جبت مجموعه من المعادن، جبت الشكل ده كده من المعدن، ده اللي هو برضو جايباه من اولاد مزار. برضو وريته مجموعه من الاشكال اللي انا عايزاها يعني. الشكل ده مثلا بعت له صوره للشكل ده، قلت له انا عايزه من الشكل ده مثلا 10 قطع 15 قطعه 20 قطعه، الشكل اللي انا كنت واخداه منه قبل كده، لان الحاجات دي كنت واخداها منه قبل كده برضو. فبعت له صوره بالشكل اللي انا عايزاه، واقول له انا عايزه منه 10 وعايزه منه 20 عايزه منه 50 تمام. فبيبدا ان هو يشوف اللي انا عايزاه ايه، وبعد كده يبدا يوزن ويطلع لي الفاتوره اللي انا خدت بيها من المعادن. فانا جبت المجموعه دي كده من المعدن الشكل ده برضو، الشكل ده برضو اهو يعني، لو انا طلعته لكم وقلت لكم حلو برضو الشكل ده، لو احنا استخدمناه في سلسله بيبقى حلو برضو، دلايه حلوه. فجبت المجموعه دي برضو منه
بالشكل ده كده. دي مجموعة من الدلايات اللي انا جبتها من اولاد نزار. في مجموعة تانية برضو جبتها من اولاد نزار، ده الشكل اللي انا جبته من القطعة دي. برضو بعتله الصورة وقلت له انا عايزة من القطعة دي يعني 20 قطعة 30 قطعة مثلا، يعني على حسب ما احنا عايزين في الشغل بتاعنا، او احنا طالبين في الشغل بتاعنا قد ايه. لو الشكل كويس وماشي فاحنا بنستخدمه كتير وبيتباعوا حلو، فبنجيب منه نفس الشكل وبنكرره تاني. ده شكل القطعة برضو اللي انا حبيت اوريها لكم، اللي انا ديت اللي انا جبت منها من اولاد نزار. وطبعا كيلو المعدن دلوقتي وصل ل 350. في برضو مجموعة تانية انا جبتها اللي هي بالشكل ده كده. ده برضو مجموعة من المعدن. اللي هو الشكل ده كده. برضو القطعة دي حلوة جدا برضو، يعني بتنفع مع السلاسل الصغيرة كدلاية صغيرة كده حلوة. جبت منها برضو المجموعة دي. لما نقول مثلا عايزين مثلا 50 قطعة 100 قطعة، ممكن نقول مثلا حط لنا منها 50 جرام 100 جرام من القطعة الواحدة. لو احنا مثلا عارفين ان ال 100 جرام بتاعها بيعمل، جايبينها قبل كده وعارفين ال 100 جرام بتاعها مثلا بيعمل 30 قطعة 50 قطعة، فبنبقى عارفين، فنقول مثلا الزم منها 50 جرام 100 جرام من كل قطعة، وبعد كده بيجمع هو الميزان بتاعه. في كمان مجموعة برضو انا جبتها من الشكل ده كده، اللي هو شكل الفراشة ده كده. ده شكل الفراشة، بينفع ان احنا ممكن نستخدمه في ميدالية او ممكن نستخدمه في دلاية برضو، وننزل منه خرزة كريستال كده بمسمار. ده شكل الفراشة. ده شكل الفراشة اللي انا جبتها برضو من اولاد نزار، حلوة برضو شكلها شيك. واحنا ممكن نعمل بقى يعني ننزل منها كده مسمار فيه كريستالة، ممكن الكريستال يكون مطلع مثلا ان احنا جايبناه دون او حاجة، بننزله منه كده يبقى بالشكل ده كده، بيبقى شكلها حلو برضو، بيبقى شكلها حلو. احنا عملناها دلاية او احنا عملناها ميدالية بتبقى حلوة، يعني كنت عاملاها قبل كده برضو وحلوة، فانا حبيت اكررها برضو. يعني قلت له مثلا هات لي منها مجموعة من القطع، فهو في الاخر بيجيب لي المعدن اللي انا خدته مع بعضه، بيقول لي مثلا الفاتوره تبقى كذا. يعني مثلا خدت المجموعه دي دول كده خدتهم المره دي. في برضو مجموعه تانية برضو هوريها لكم، جبت برضو الشكل ده كده من اولاد نزار برضو مجموعه كده. لكن طبعا المعدن انا مش هعرف اكتر منه يعني في الشغل الشحن، لان انا بحب ان انا انقي المعدن. لكن لو حاجات محدوده انا عارفاها وببعت له الصوره واقول له هات لي من الاشكال دي الميزان كذا من كل نوع او من كل شكل، فبيبدا ان هو يوزن لي منها من كل شكل اللي انا قلت عليه وبيبعته لي في الفاتوره. ده شكل برضو من اللي هو يعني شكل دولفين كده صغير، شكله حلو برضو، شكله شيك. فانا جبت برضو منه يعني المجموعه دي كده، جبت المجموعه دي. فطبعا هو مثلا انا قلت له وبعت له الصور، قلت له انا عايزه من الشكل ده 50 جرام او 100 جرام، وبعد كده بيبدا بقى هو كده يوزن من الاشكال اللي انا قلت عليها اللي انا وريتها له في الصور اللي انا بعتها له، والشكل ده. وخدت برضو المجموعه دي كده والمجموعه دي انا وريتها لكم برضو دلوقتي، والمجموعه دي دول كده. فيبدا هو يوزنهم ويطلعوا مثلا ايه 200 جرام، يطلعوا 300 جرام، يطلعوا يعني زي ما يطلعوا، ويبدا ان هو يحسبهم ويعمل لي الفاتوره بتاعتهم ويبعتهم لي مع باقي الشغل اللي انا منقياه من محل تاني برضو عن طريق الشحن. لو احنا قلنا ايه هي الاسعار، يعني قلت لكم قبل كده الاسعار يعني ارتفعت، في بعض الحاجات بترتفع وفي بعض الحاجات ثابته على السعر بتاعها القديم. جبت البقرات اللي هو ده خيط السناره، جبت بقرة خيط سناره، جبت مقاس 40. انا بحب المقاس ده بحس ان انا بستخدمه في يعني في شغل كتير بيبقى سهل، لو احنا عايزين نعمله عقد او اي حاجه بيكون ان هو
يعني مش تخين ولا مش يعني ولا هو تخين قوي ولا هو رفيع قوي، بيكون حلو في شغله. فجبت المقاس ده اللي هو مقاس 40 تقريبا، 35 قبل كده دي تقريبا وصلت ل50. ده بالنسبه لي اللي هو المقاس ده اللي هو 40. دي بالنسبه لي الشحن اللي قلت لكم عليه، ان انا جايبه الشغل الشحن دون من محل اولاد نزار. ازاي ان احنا نجيب الشغل شحن من اي محل في القاهره؟ مش لازم ان احنا مش لازم ان احنا نسافر القاهره كل مره عشان نجيب الشغل. احنا ممكن نجيب الشغل عن طريق الشحن. ان كتير سالوني قالوا لي احنا عايزين نجيب الشغل عن طريق الشحن. طبعا هو المشوار بعيد، وكتير مننا هيكسل ان هو يروح المشوار ده كله، خاصه لو هو هيجيب يعني كميه قليله في البدايه، مش جايب شغل بكميات كبيره، فهو عايز يجيب شغل بكميه قليله وفي نفس الوقت ما يروحش المسافه دي كلها او المشوار ده كله عشان الشغل البسيط ده. فاحنا ممكن نجيب الشغل ده عن طريق الشحن. يعني احنا هنجيب الشغل ده مثلا عن طريق اولاد نزار، فاحنا المفروض نروح محل اولاد نزار الاول. لازم نعمل مشوار لاولاد نزار في البدايه، بنتعرف على الفروع، بندخل بنبدا نشتري اللي احنا عايزينه، فالناس هناك تبدا ان هي تعرفنا. بعد كده بنبدا ناخد رقم تليفون اي حد متواجد شغال هناك عند اولاد نزار، وبناخد منه رقم التليفون وبنبدا نتواصل معاه شخصيا، سواء كان عن طريق الواتس او عن طريق التليفون، احنا نكلمه تليفون وبنبدا نتكلم معاه لما نحتاج الشغل. فبيبدا ان هو يوجهنا، نقول له على الطلبات ان احنا نقول له الاول على الطلبات بتاعتنا، سواء عن طريق الواتس. يعني انا بكلمهم عن طريق الواتس، يعني بعرف رقم تليفون شخص هناك شغال في المحل، وبيكون ان هو يعني الشخص ده يعني موجود هناك بشكل مستمر كل يوم. بكلمه عن طريق الواتس وببعت له الصور اللي انا عايزاها بالظبط، فيبدا ان هو فعلا يعمل لي الفاتوره. تاني يوم الشغل بيكون موجود عندي، يعني الشغل ده كله انا طالباه. يعني ممكن اكون مكلمه مثلا النهارده الساعه 7 او 8 بالليل، اقول له انا عايزه الشغل كذا وكذا وكذا، وابعت له صور للشغل. فهو بيبدا يبعت الحاجات المتواجده والالوان المتواجده عنده، وببدا اقول له ماشي انا عايزه من ده وعايزه من ده. فيبدا ان هو يعمل لي الفاتوره، وبعرفه يشحن لي عن طريق شركه ايه في المكان اللي انا متواجده فيه. الشركه طبعا بتبقى الشركه هم متعاملين معاها برضو، فبيبدا يبعت الشغل عن طريق الشركه. وانا بقى تاني يوم بروح اخد الشغل يعني بمنتهى البساطه خالص من الشركه. طبعا بتبقى موجوده جنبي، يعني مسافه بسيطه جدا، بكون موجوده هناك وباخد الشغل منهم وبديهم الفاتوره. ندفع الفاتوره عن طريق فودافون كاش. يعني في فرع من الفروع قال لي انت تبعتي الفلوس بتاع الفاتوره عن طريق الفودافون كاش، وفعلا انا بعت له الفلوس على طول عن طريق الفودافون كاش بطريقه سهله وبس. ممكن تكوني منزله الابلكيشن عندك على التليفون وتبداي تدفعي عن طريق التليفون وانت قاعده في البيت، وتاني يوم الشغل بيوصلك عن طريق الشركه اللي انت قايله له عليها برضو، بتروحي تستلمي منهم الشغل اللي انت قلتي عليه. فالموضوع بالنسبه لي الشحن سهل وبسيط جدا، ما فيهوش اي حاجه. يعني كل الحكايه اللي احنا بنتعامل مع شخص هناك يعني ثقه او متواجد في المكان بشكل مستمر، بنبدا نتكلم معاه عن طريق الواتس او عن طريق التليفون ونقول له على الشغل اللي احنا عايزينه، فبيبعت لنا الشغل. يعني الشغل الكريستال ده انا جايباه من محل فرع من فروع اولاد نزار، الكريستال والمعادن. برضو المعادن زي ما انا قلت لكم بعت له صور لشكل المعدن، وقلت له عايزه شكل اللي مش موجود يبعت لي مجموعه تانية قريبه للشكل، فممكن انا اوافق او ما اوافقش. لكن المعادن بالذات يعني انا بحب اجيبها لما اكون موجوده في المكان، مش لازم عن طريق الشحن. لكن لو انا هجيب كميات بسيطه واشكال انا كنت جايباها عارفه ان هي موجوده عنده، ببعت له الصوره هو يبعت لي منها الوزن اللي انا عايزاه. بيبداوا كلهم يتجمعوا، يعني مثلا ده من محل زي ما قلت لكم الكريستال والمعدن من محل، وخرز التفسيره اللي انا قلت لكم عليه دون والسلك ده والدبوس اللي هو شاسيه الدبوس، وحاجات تانية زي مثلا البقر ده كده. ده كله من فرع تاني من الفروع. والحاجات الالعاب اللي انا قلت لكم عليها دي في اول اللي انا قلت لكم عليها دي، الالعاب دي كلها برضو عرفت ان انا عايزه من كل نوع طن. ما جبتش اكياس يعني، لان انا جايبه اكياس من خرز التفسير، لكن الالعاب دي بتقعد معايا مسافه على يعني محتاجش منها كميه كبيره، لان انا عايزه منها اشكال مختلفه، فبجيب من كل شكل طن بحيث يكون كل الاشكال موجوده عندي. لكن ده محل تاني، فبرضو طلع لي فاتوره وبدا المحل التاني يبعت الشغل اللي انا نقيته برضو للمحل اللي انا هشحن منه. فانا قلت له ابعتوا لي على المحل ده عشان هو يشحن لي، واتجمعوا كلهم في محل واحد بس. وبعد كده تواصلت مع الشخص ده وبدا ان هو يبعت لي
تاني يوم خلاص هو يعني الشغل بيجي عنده بيقول لي خلاص الشغل شحن وبيبعت لي الفاتوره، وتاني يوم بستلم الشغل من الشركه اللي انا قلت له عليها وبدفع الفاتوره. الموضوع سهل وبسيط جدا، ما فيهوش اي حاجه، والشغل وصل لي لحد المكان متواجده فيه من غير اي تعب ولا مجهود. يعني مش لازم كل مره نسافر القاهره ويبقى مشوار علينا وتعب واجهاد، وبالذات في الحر ده يعني مشوار بعيد برضو. فاحنا يعني مش كل مره لازم نسافر، لا احنا ممكن نجيب بعض الشغل شحن، ولو هنجيب كميات كبيره فاحنا ممكن نسافر بنفسنا عشان ننقي الشغل اللي احنا عايزينه. وبتبقى كل الالوان موجوده بشكل كبير قدامنا، لان طبعا الناس مش فاضيه ان هي تورينا كل الحاجه اللي موجوده في المحل، فهو بيبقى برضو مشغول وعنده شغل كتير، فاحنا برضو مبنبقاش شايفين ايه اللي في المحل. فاحنا ممكن نروح هناك نلاقي حاجات تانية احنا ما كناش نعرفها او مش في دماغنا، فنلاقيها هناك حلوه وتعجبنا فبنبدا ان احنا نشتري. فطبعا احنا المفروض نروح، لكن في بعض الاحيان احنا بنجيب بعض الشغل عن طريق الشحن لو هو كميات قليله، بالذات لو كان الجو يعني مش مساعدنا او يعني هيبقى المشوار بعيد على كميه قليله، فاحنا ممكن نجيب الشغل ده عن طريق الشحن. وانا عرفتكم ازاي نجيب الشغل عن طريق الشحن، لان في كتير سالوني قالوا لي احنا عايزين نجيب عن طريق الشحن، مش عايزين ان احنا لازم نروح القاهره بنفسنا. ده طريقتي او دي الطريقه اللي انا بستخدمها عشان اجيب الشغل شحن، وفعلا المجموعه دي كلها انا جايبها عن طريق الشحن. طبعا كسلت اروح القاهره في الحر ده، فانا كلمتهم وتاني يوم الشغل كان عندي. انا كلمته الساعه 7 او 8، تاني يوم الظهر كده كان الشغل موجود والحمد لله، ورحت استلمته ودفعت لهم الفاتوره. فالموضوع سهل وبسيط خالص، بس احنا في الاول لازم نروح القاهره ونتواصل مع شخص معين هناك من اللي شغالين هناك، وناخد رقم التليفون بتاعه ونبدا نتكلم معاه، عشان دوت اللي هيشحن لنا الشغل. بيبقى عارفنا وعارف شخصياتنا، بيكلمك وبيبقى عارف مين، وعارف ان انت فعلا في جديه في الكلام، وفعلا انت ايه هتشحني الشغل، مش زبونه بتتكلم وخلاص، هي فعلا بتشتري منهم، هو عارفها وهيبقى فيه ان هي عايزه تشحن شغلها، فبيبدا يشحن الشغل. ولو عايزه اي حاجه، يعني لو عايزه صنف واحد حتى، ممكن ان هو يشحنه لك عادي عن طريق الشركه اللي انت بتقولي له عليها وتتعاملي معاه. يا رب اكون انا استفدت النهارده من الفيديو وعجبتكم المشتريات الجديده. انواع الكريستال اللي انا جبتها اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي الكمثرى، والالوان التانية اللي هي من الاحمر الجنجول والالوان النبيتي. طبعا دي مجموعه برده من الكريستال حبيت اوريها لكم. ولو عجبكم الفيديو واستفدت منه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.